بعد ما ذاكرنا مع بعض الدالة النقية البيور فانكشنز، جه بقى الدور على إننا نبدأ في الجد شوية. الكورس الرابع البرمجة الوظيفية أو الفانكشنال بروجرامينج، الدرس الثاني الماب. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق. في شوية فانكشنز من هنا ورايح هنستخدمهم في شغلنا على طول، والفانكشنز دي بتساعدني إني أفكر بطريقة البرمجة الوظيفية أو الفانكشنال بروجرامينج. طيب مين الفانكشنز دي؟ هي الماب، الفلتر والزب والراديوس. واحدة واحدة بقى كده على أقل من مهلنا. هناخد مع بعض النهاردة أول حاجة فيهم وهي الماب. إيه بقى فكرة الماب؟ أول حاجة محتاج أعرفها عن الماب إنها دالة موجودة في بايثون، يعني built in function. جميل. بتعمل ايه الدالة دي؟ بتسمح لي اطبق دالة عندي معينة على كل عنصر موجود عندي في التربل او كوليكشن. طيب ايه هو الاتربل؟ يعني اي حاجة نقدر نعمل عليها لوب زي الليست او التوبل او الست. اظن يعني الكلام ده احنا مرينا بكتير قوي. تعالى بقى نفنط الكلام ده كده واحدة واحدة علشان نفهمه. فاكرين معايا في الدرس اللي فات الكود بتاع البيور فانكشن اللي هو كان فانكشن بديها ليست بتضرب العناصر بتاعتها في 2؟ بس كده حلو قوي. تعالى ناخد الكود بقى ده ونكتبه بطريقة الماب. يلا بينا. طيب ازاي هستخدم الماب دي يا حسين؟ بكل بساطة، دالة الماب بتاخد حاجتين. ركز معايا قوي بالله عليك. دالة الماب بتاخد حاجتين، بتاخد 2 بارامتر. اول حاجة هي الفانكشن، الاكشن بتاعك، الاكشن بتاعك. وتاني حاجة هي الاتربل، العناصر اللي هيتنفذ عليها الاكشن ده. بس اقف هنا بقى وامسك لي العقل هنا رومي واحدة واحدة. نرجع تاني للتعريف كده معلش. هي دالة ايه؟ بتسمح لي اطبق دالة معينة. بس اقف، يبقى اول حاجة هكتبها جوه الماب هو اسم الدالة بتاعتي. فين اسم الدالة بتاعتي؟ هنا اهو، multiply by 2. يبقى ماب وبعدين القوسين، جوه القوسين اول حاجة هتكون المultiply by 2. نكمل. هي دالة بتسمح لي أطبق دالة معينة على كل عنصر موجود عندي في التربل، يعني أي حاجة بتقبل التكرار زي الليست أو التوبل أو الست أيا كان. نرجع للكود تاني. فين الاتربل اللي أنا كنت مديه للدالة علشان يضرب العناصر في 2؟ أهو عندي ليست فيها 1 2 3. حلو أوي الكلام. يبقى هكتب الليست بتاعتي دي فين؟ في الماب بعد اسم الفانكشنز على طول. تمام أهو هتبقى المالتبلاي باي 2، اخد القومه بتاعتي والليست 1 2 3. الملاحظ اللي هياخد باله هنا، اسم الداله بتاعتي جوه الماب. مش حاسس انها في حاجه غريبه؟ انا معودك على كده ان انا هكتب اسم الداله كده. فين القوسين يا استاذ؟ هنا بقى انا مش محتاج احط القوسين. ليه يا حسين؟ لان انا هنا مش هنادي على الداله بتاعتي، لا، الماب بتعمل المهمه دي مكاني. يبقى لما اجي اكتب اسم الداله بتاعتي جوه الماب مكتبها من غير القوسين. كلام جميل قوي كده لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى نعدل على الكود بتاع الفانكشن بتاعنا ده، علشان لو شغلته على كده هيديني ايرور. لان انا اولا خلاص ما بقتش محتاج اعمل ليست جديده او حتى استخدم الابند، لا. هيبقى الكود بتاعي هيكون اهو بالشكل ده. الداله بتاعتي تاخد ايتم وترجع لي الايتم ده مضروب في 2. بس كده انا مش محتاج اعمل اي حاجه تانية. تعالى بقى نشغل الكود. شغل لي الكود كده. ايه بقى اللي ظهر ده؟ الماب اوبجكت ات كذا كذا كذا. ظهر لي المكان بتاعه اللي متخزن في الميموري. كلام سليم. معنى ذلك ايه؟ هنا بايثون بتقول لي خلي بالك يا حسين ان الماب بشكل تلقائي بتديني الاوبجكت اللي عملته في الميموري، يعني مش بتديني النتيجه على طول زي ما كنا متوقعين، لا. وخلي بالك منها اول حته دي قوي قوي قوي، علشان هي دي التركايه بتاعت الماب. ليه بايثون بتعمل كده اصلا؟ علشان الماب اوبجكت ده ليزي. تاني معلش، لا لا مش هعدي الحوار ده كده، لا تاني. ليه بايثون بتعمل كده ما بتطلعش النتيجه على طول؟ علشان الماب اوبجكت ده ماله ليزي، يعني مش بيحسب النتيجه الا لما اطلبها فعلا. ودي ميزه بتوفر موارد في البرامج الكبيره، ودي هنفهمها بس يعني قدام، لان دي مرحله ادفانسد قوي قوي قوي. علشان اشوف النتيجه بتاعتي بكل بساطه محتاج احوله لليست. بس كده. يبقى هاخد داله الماب دي كلها واحطها في ليست. هتبقى برنت ليست ماب، وبقيه وبقيه الكود بتاعي ملتبلاي باي 2 والليست 1 2 3. شغل الكود كده بعد اذنك. النتيجه كام؟ ظهر الليست فيها 2 4
6. حلو أوي، أوي الكلام ده. يبقى علشان تستخدم الماب عايزك تفكّر فيها كده، أنا عايز أعمل action معيّن على كل عنصر عندي موجود في الturbo، وخلّي بالك الماب مش بيغيّر الlist الأصلية، بيعمل list جديدة، وده جزء من جمال البرمجة الوظيفية لإنها بتحافظ على الحاجات زي ما هي، والنبي ينفع شعر، يالّا حلو. طيب تعالَ بقى نشوف مثال تاني سريع كده علشان نثبّت الفكرة. لو أنا عندي list فيها كلام زي مثلًا hello world تمام، عايز أحوّل الكلام ده كلّه بقى للupper case، ممكن أعمل إيه؟ ممكن أعمل كده بكل بساطة، هاعمل def وهاخلّي الfunctions اسمها to upper case وكمان تاخد الtext بس، وتreturn مين؟ text.upper بس، مش عايز أعمل أي حاجة تانية. هاروح بقى إيه، يالّا بينا نستخدم الmap، هاكتب print وبعدين حسين قال لي ما ينفعش أكتب الmap على طول، لإن لو كتبت الmap على طول هيطلّع لي الmap object، وحسين برضه قال لي إن الmap object ده معناه إني lazy، يعني ما بيظهرش النتيجة على طول، فلازم أحوّل أصلًا يعني أدخّل الmap object دي في list، يبقى أول حاجة هاكتبها الlist تمام، وبعدين هاكتب الmap، وبعدين أفتح القوسين بتوع الmap، وجوّه الmap حسين برضه قال لي إنها بتاخد حاجتين، 2 باراميتر، أول باراميتر الfunction أو الaction اللي عايز أعمله تمام، وباكتب اسم الfunctions دي من غير القوسين، لإن برضه حسين قال لي الmap هي بتعمل أصلًا الوظيفة دي، فأنا مش محتاج أكتب القوسين، وبعدين باخد الكوما، وبعدين التاني باراميتر باحط فيه الattribute تمام، صح كده، بس خلاص يبقى فين الattribute بتاعي؟ الattribute بتاعي اللي هو الlist hello وبعدين world جميل أوي. طيب تعالَ نشغّل الكود كده، ظهر لي إيه؟ hello world كلّها upper case جميل أوي. شايف الماب قد إيه مرنة وسهلة؟ يبقى كده اتعلمنا النهارده إن الماب بتساعدنا نطبّق دالة على كل عنصر في attribute وبنحوّل النتيجة لlist علشان نشوفها. المرّة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الفلتر، فخليك مستعد، وهاسيب لك امتحان برضه في صندوق الوصف علشان تحلّه وتبعت لي الحل في الكومنتات ونتناقش في الحل سوا، لإن أهم حاجة عندي إن أنت تحل بإيدك، وإن أنت بعد ما فهمت منّي والدنيا بقت تمام وكل المعلومات واضحة، وأنا باعيد وأزيد على نفس الحاجات علشان المعلومة تثبت في دماغك صدّقني. بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام.